قد تظن أنني مجرد قطعة خشبية في زاوية الغرفة، لكن انظر إلي جيداً. أنا لست هنا لأملؤ فراغاً، أنا هنا لأخطف الأبصار. انظر إلى هذا الخشب الداكن المصقول، كيف يعكس الضوء بكبرياء، وهذا الذهب الذي يطوقني ليس مجرد لون، إنه تاج ارتديته لأعلن سيادتي على هذه السفرة. اي كلام. تحفه فنيه. اتفرج، شغل نحاس كامل. قرب كده، قرب معايا، قرب. بص نحاس. وري له شغل العروسه بتاع النحاس ده كله نحاس كامل، ونحاس محمل مش خفيف. تعالى هنا كده، ده ليه كوايل بتركب عليه بتقفل بيها. تمام. قفل معاك تمام. الشغل كله مطعم نحاس، برجول بستاير بكل حاجه، شغله كله عزان. انت بتتكلم في سفره جديده النهارده ب 200,000، ده احنا هنفرجك على بقيتها وهتشوف سعرها. تعالى بقى برضو بص على الكرسي كده الاول بتاعها. دي تكميل في الاوضه صح؟ تعالى كده معايا الجاي. ابص كده، انت بتتكلم ده كله نحاس، مخدم على النحاس، مخدم. مخدم هنا برضو. ده بص على الرجول بتاعتها من تحت، فخامه يا جماعه، شغله كله نحاس كامل. في ناس قماش انجليزي تمام. قماشته يا جماعه. عندك هنا شغل الدهانات ده كله يدوي كده، الرسومات بتاعته ده انت فيه الاجمل بقى. ده كله الرجول بتاعته كله انت عامل نحاس من تحت. دي رجول كده، ده كده رسم يدوي معاك. بنتكلم في رجل كده. دي رجل واحده، ودي الرجل الثانيه معاها 8 كرسي. هنا برضو دي عشان قرص ازازه بتاع السفره الثانيه حاطينها عليها. ايوه. شايف بقى شغل الرسومات كامله من هنا، ده ما يتحطش عليها قماش ولا فرش ولا اي حاجه. ده كله كده رسم يدوي، مطعم نحاس، سلسلتين كاملين داير ما يدور. الشغل ده بتاع اصل، ده ملوك. الشغل ده يعني مش من نادر اما تلاقيه. وشغل النحاس المحمل، انا همسكك قطعه نحاس دلوقتي منه هتشوف القطعه عامله ازاي. الازاز ده يا جماعه لو اتمسح هتشوف تحفه فنيه. هو بس عشان خاطر المكان مش اكتر. دي قطعه نحاس منه، دي قطعه منه كامله كده. امسك وزنها كده، خامتها. دي قطعه بس من حاجه واحده. باين. بص على شغل البوفيه بقى كده، ده البوفيه بتاعه 3 قطع، مقاسه كده 2 متر ونص. الشغل كله زي من القوايم بتاعته للخشب بتاعه كامل، مطعم نحاس. برضه الرسومات بتاعته اللي فوق يدوي. يا جماعه انا حبيت السفره دي صراحه، وسعرها برضه مغري. حبيتها صراحه. لا ما تقولش سعرها عشان ايه، خليها مفاجاه. نخليها مفاجأة. خليها مفاجاه. لا بس ما نخليهاش مفاجأة برضه، نعرفهم أسعار عشان حتى اللي بيتكلم بيبقى عارف هو بيشتري في إيه. الرخامة بتاعتها دبل، لحمة هوانم كامل. لحمه هوانم يا جماعه، الخيار لحمه هوانم. عايزين 6 يشيلوها. لا شغل عالي. 6 يشيلوا بس الرخامة لوحديها. ارجع بقى كده ورا بالتليفون وشوف منظر الرجلين مع بعض. شايف الديزاين بتاعه عامل ازاي؟ ده كمان هي لو معروضه في قلب شقتها بقى هتشوف الشغل بجد، هتظهر اكتر. فخمه يعني. مين اللي باعها دي؟ مين اللي باعها لكم دي؟ اهو باعها لكم دي صراحه ارزاق. الراجل مش فنان. دي تحفه فنيه يا جماعه، ما ينفعش تتباع دي. هو كان في شقه كبيره فنقل لشقه اصغر فاحنا خدناها، وبيحلف شاريها ب 160,000 جديده، وسألنا عليها في المعرض بعد ما اشتريناها ب 200,000. ده تاجر للتاجر. لجمهورنا بقى احنا بكام؟ لجمهورنا ب 65,000. اقسم بالله حلوه. مش تمن شغل النحاس اللي فيها، مش هقول لك اقسم اكتر. بالله حلوه يا جماعه، اقسم بالله يعني فيها حلوة. نحاس بس لو وزنت النحاس خرده يعدي معاك 30,000. خشب محترم. الشغل اللي عليه ده يا جماعه ده مش هينفع يتعمل اصلا عندي خالص. مش هتلاقيه اصلا. الناس بشوات يا جماعه، وناس عرب موجودين في مصر. البوفيه بتاعها ده متقسم قطعتين. قطعتين بوفيه قطعتين. فك وتركيب كامل. يا جماعه دي تحفه فنيه يا جماعه والله العظيم. بص تطلع في الافلام دي يا جماعه.
دي تاخد تطلع في الافلام. تطلع افلام مسلسلات لو رمضان. اجرتها للافلام هتكسب منها هكسب منها والله. والله العظيم. واتعرض عليا ما رضيتش. يعني اتعرض عليا مثلا ان مخرج كان هياخدها يعمل بيها حاجه، بس احنا شغلنا ما بنحبش ايه نبهدله، بنحافظ الحاجه اللي هي النادره اللي زي كده بنحافظ عليها. حلال على اللي هيجي ياخدها يا جماعه بكام؟ 65,000. اللي هيجي ياخدها ب 65,000 جنيه. فلوسه حلال. انا بكلمك كده باشتمل النحاس اللي فيها. حلال عليه. انا بقول تتكلف بس نحاس خرده ب 30,000. لا 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 احنا هنسكر يا راجل تحفه في المية دي بس فنانه كده. تعالى بقى نشوف التحف التانية. نخش على الأوضة الأرو دي. تعالى شوف الأوضة كده من الداخل. ادي الديزاين بتاع الأوضة. ثانية. لا لا ما تقلقش. قماش حرير كامل. تمام. تصميمات يدوي. شغل هاند ميد. احنا اللي بنشتريها اهو. يعني لو حد عنده شغل مستعمل بنفس الخامات دي بناخدها منه. بناخد شقق كامله، معارض كامله، قصور كامله، فيلل كامله. تعالى انا عايزك تيجي تبص على الخامات بس. التسريحه بتاعتها دي متعلقه. التسريحه دي بتتعلق. التسريحه بتعلق المكان تعليق؟ اه مكانها اهو. تركب في البرواز. تعلق في البرواز ان البرواز يمسك معاك من الارض للحيطه. ادي مكان التسريحه اهو. تمام. دي بتمسك جناحين كمان كماله. البراز ده ليك ماله. جناحين كماله برضه. تعالى بص على الرفه بتاعتها. ادي الرفه اهو. بص. وشغل خامات كامل. الشغل بتاعك انا بسيط ده يا جماعه. بتتكلموا في حاجه تستحق تعمل خالص. ما فيش منها جديد اصلا. تعالى كده بقى. شغل. بص على الشغل اليدوي كامل تحت. يعني اللي كان عاملها كده كانت دماغه رايقه كده. لا ناس بتوع زمان دول ناس مع ايه؟ مع الاتنين كومودينو. وادي الشوفونيره بتاعتها. شوف الكومودينو بس الاول عامل ازاي اللي فوق. الشغل ده كله يدوي. بص على الكومودينو بتاعها. وادي الشوفونيره. وادي الكومودينو التاني. في جنبين برضو بيكملوا للبرواز ده تكمله ليه. بقول اي حد يا جماعه الناس اللي بتيجي من السعوديه والامارات والبحرين وقطر والرخام بتاعها موجود. الناس البشوات اللي بتحب حاجات عاليه. لا احنا النهارده مصور لكم حاجه. وفي ناس برضو بتكلمنا بتبيع المودرن عشان خاطر تاخدوا الستيل ده. وش السرير بتاعه. ده وش السرير يا جماعه. قماش حرير كامل. ما تعرفش تجيب المتر النهارده ب 1500 فيه. قماشته ما اتغيرتش زي ما هو. ولا تتغير. ما تلمس. ولا تتغير. الحاجات دي حرام تتغير. اللي هو الشغل الجبلاني القديم. الشغل ده يا جماعه بص تحفه في اقسم بالله. بص الفرونكه بتاعت السرير. بص الشغل والتكرارات بتاعته. سعرها كام يا ريس؟ افاجئك. فاجئني. ب 45,000. فاجئني. ب 45,000. 45,000 جنيه. وتلحق يا ما في ناس تلحقش. كتير بتتصل بيا من بره السعوديه الامارات قطر. بنتعامل مع اي حد وبنشحن لاي مكان. رخامه ورا النيش اهو. الرخام بتاعها كامل. في شحن لاي محافظه لاي مكان. كل حاجه هنا متاحه. وبشرط ما تبعتش فلوس الاوضه غير لما توصل لك لحد بيتك. حاجه يا باشا الحاجه القديمه دي حاجه بس فيها. نخش على السفره الثانيه بقى. الحاجات الانتيكه الثانيه برضو. كمل يا جماعه. بص الكرسي. وش دي 8 كرسي. 7 كرسي. 3 و3 وواحد ماستر. لف كده. الظهر برضه حطه في البلكونه. صفرة كده. لا ده انت بص على بقيه السفره. دي 7 كراسي. التصميم بتاعها زي ما انت شايف كده كلها رسومات يدوي. شغل القيمه بتاعها كامل. بص على الرجول بتاعتها من تحت. شغله كله عزان. شغل الرسم الزيت ده برضه حاجه جميله. هنا يا جماعه تلحق او ما تلحقش. يا تلحق يا ما تلحقش.
في حاجات بتبقى في ناس بتستنى الحاجات دي بفروغ الصبر، تستنى الفيديو اللي ينزل إحنا ليها. مش بتوع هنا، ما تسالنيش كتير هنا ايه رن اتصل قول عايز كذا. ما تسالش كتير. والخامة ما بتتكلم عن الراحة، والله العظيم أي حاجة بتتكلم عن الراحة يا جدعان. تعالى هنا كده بقى، ده البوفيه بتاعها. بسم الله ما شاء الله. بص على تصميم البوفيه، ادي البوفيه شغله كله عزان. ادي درج 2 3 4 درج معاك من فوق، تمام. وهنا ضلفتين 4 ضلفه معاك من تحت بالعواميد بتاعتها. الشغل ده فك وتركيب عشان تبقى عارف، ده كله كده فك وتركيب. الرخام بتاعها والعمود التاني بتاعها اهو. هوريك بس ايه عمود منها حتى لسه ايه. ادي العمود بتاعه. ماشي بس كده وفي العمود ده كله صب خشب صب، يعني خشب حفر يدوي، حفر يدوي كله. اقسم بالله حاجه والله العظيم تحفه. ده العمود التاني اهو قصاده الجنب التاني، ده فك وتركيب. خدها ولمعها. مش من الشغل ده ما بيتلمعش. يا باشا احنا ما تتعبش نفسك. ما تتعبش. احنا عندنا الرجاله بتاعتنا تفخم على شغل. انت هتستلم الشغل ما فيهوش خدش. تعالى بص على النيش بتاعك كده. يا باشا. تعال بص على النيش، بص على الدقه بتاعته من فوق. بص يا جماعه افتح النيش كده معايا بس الاول كده. تعالى بص على الادراج بتاعته من الداخل. زهره. بص زهره في 4 درج كده من الداخل، معاك رفين ازاز فيه، ودي ده رف التالت. خليك معانا. انا صورت التفاصيل دي، خليك معايا هنا. تعالى هنا كده. هنا في 4 درج خزنه، 4 درج تحت، رفين ازاز، وده بيتحسب رف يبقى 3 كده، تمام. بص بوكيه ورد يا جماعه، بوكيه أيوة. ورد معمول يدوي. الشغل ده انا عارف اصلا بتاع زمان بتاع الضمان. الشغل ده كله برضو عواميد فك وتركيب. فك وتركيب. اهو ادي العمود معاك اهو. بس على النبي حاجه بسم الله ما شاء الله. يا ابني احنا صورنا تعالى بس بص على العواميد كلها فك وتركيب. العمود يا جماعه فك وتركيب حاجه يعني بسم الله ما شاء الله. هنثبته احنا دلوقتي. تحفه. وسعرها احنا مش بنبيع قطن، احنا بنبيع انتيكات، احنا بنبيع بنبيع الحاجات النادره. قطعه تحطها الناس اللي بتدور على الشغل، بتدور على الخامات، بتدور على الحاجه اللي تعيش معاها، احنا بايه؟ تفتخر بيها، حاجه تشرفك قدام ضيفك اللي جاي. تفتخر بالحاجه يا جماعه. ومش بنبيع الحاجه بفلوس والله، مش بنبيع حتى ثمن النجاره اللي جايه بيها. لا بس يعني احنا بنرمي الشغل. بص السفره قد ايه. الشغل كله يدوي. الكرسي كمان، الكرسي يا جماعه شياكه من بره معاها 7 كراسي. هي كان المفروض 8 كراسي، بس صاحبها طمع في كرسي عشان يحطه في البلكونه. ماشي مش مشكله. فمعاها 7 كرسي، 3 و3 وواحد ماستر بيمشي الاب. تمام. سعرها عامل 35,000. 5 والله 35. والله 35، ويا تلحق يا ما تلحقش. شعرنا. احنا بنقول احنا مش بتوع اسئله، احنا بتوع احجز والحق. يا تلحق يا ما تلحقش. تبص بقى على الحاجات بقى الانتيكات بتاع زمان. دولاب بليكار، اوضه بليكار كامله. دورين كلها عزان. تعالى كده معايا. ادي الشغل اهو. في ناس برضو بتعشق الحاجات البليكارات دي. تمام بقى خزن. لا ده انت عايز تجيب الجيران تخزن لها. العمق بتاعها بص يا جماعه. ادي عمق الدولاب. العمق بص العمق. عمقه 50 سم. العمق رايح في جوه يعني يخزن زمان. لا ده انت خزن وقت الجيران تخزن جنبيك كمان. بص ادي كده فيها 6 ضلفه من فوق و6 ضلفه من تحت. ده غير درجين هنا اهو. ده بسم الله ما شاء الله. معاه ايه بقى؟ معاه الاثنين كومودينو ومعاه التسريحه. وهتتفرج على شغل السرير. تيجي بقى زي ما انت شايف كده، بتاخد مراتب تاكي وروبونت ويانسن توكيل كامل. تمام. توكيل بالضمانات بتاعتهم. تاخد مراتب خامات، تاخدها تعيش وخانق بيها وموت عليها وهاتها لي تاني. والمرتبه ب 4000 جنيه، اي مقاس انت عايزه، في 160 170 وفي متر ونص وفي متر و20. مرتبه اي مرتبه ب 4000 جنيه. بس احنا بنتكلم في براندات. في براندات. بنتكلم في مرتبه ثمنها 15000 جديده.
بنبيعها احنا بكام؟ ب 4000 جنيه، ويا تلحق يا ما تلحقش. ماشي، لا ان شاء الله نلحق. هنلحق باذن الله. وفي برضو عندنا البوفيهات دي، دول جوز بوفيهات فوق بعضيهم. البوفيه فرداني، سعر البوفيه عامل 3500 جنيه. وزي ما بنقول شعارنا، يا تلحق يا ما تلحقش. وعندنا الطقم ده كمان كله برضو شغل زان، حفر يدوي كامل، شغل زي ما انت شايف كده. الطقم عبارة عن كنبتين وكرسيين بدون ترابيزة. ادي الشغل قدامك اهو. بس احنا برضو عشان خاطر المكان عندنا مش اكتر، وسعره عامل 14000 جنيه. حاجة نضيفة، استعمال 98%. بحب ال 92%. تمام. بص على الشغل، ماشي. شايف القايم بتاع قد ايه؟ اهم حاجه عندي السرير. اهم حاجه عندي السرير. لا ده السرير اهو. اهم حاجه عندي السرير. ادي السرير اهو. تمام. المسامير؟ المسامير لا مكان المسامير كل حاجة موجودة فيه. لا هو ماسك كونتر. اه ماسك في خامه يعني. اه كله خميس. امسك، اطلع 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 بالسرير، اطلع. لازم بقى نوري. ادي الخامات بتاع السرير اهو. اوعى ايدك بس، سيب كده. ادي السرير اهو. ماشي تمام. اهم حاجه يا جماعه، اهم حاجه القايم ده كله زان. القايم ده. ده كله زان. تمام، ده هو كده بقى هيعيش معاك. وسعرها ايه؟ حلو، مع المله بتاعتها. يعني معاك سريرين متر و20. سريرين. اه. تمام. معاك دولاب مقاسه متر ونص. ماشي. معاك الكومودينو فوق ده ليه برواز. تمام. ليه برواز بيتحط فيه. عامله 14000 بالمله. 14000 بالمولد. اه. الجديد ما فيهوش مولد صح؟ لا الجديد، اي شغل جديد ملوش مله. في بقى الاوضه الجديده دي خش يا باشا. على الخامات. ده ايه ده ارو ده؟ ده زان في قشر ارو نسيج. تعالى كده. ادي الشغل، شغل كامل. شغل شوف، بص كده على التفاصيل هنا. لا الشغل ده يعني مش هتلاقي صنايعي يعمله دلوقتي. لا مفيش حد. شغل قيمه كده، ده دقه ناعمه. بص كمان حتى الدوران. مشي ايدك بقى انت كده على الدهانات كده. البومبي ده جميل. قشر ارو كامله. والسرير بتاع ادي وش السرير اهو. اي حد عنده قصر، عنده فيلا، عنده شقق كبيره. لا في ناس بتغوى الحاجات دي في الشقق. ومقاس الدولاب مش كبير، ده مقاس الدولاب 3 متر. حلو. تمام. والسرير مقاسه 170 الصافي بتاعه، بس ملهاش مله. ارفع السرير من عندك. لا ارفع. عارف انا الحاجات دي. ارفع سيب. لا انت اعمل سيب. تمام. كان بقى الاوضه دي فيها ميزه ان هي 5 جنب. يعني 5 جنيه. 5 جنب، صلى على النبي. يبقى لها 4 قواطع من النص. لو هم 6 ضلفه كاملين مع بعض بتبقى ايه؟ 2 جنب بس، 4 جنب. تمام. تمام. اه. دي 5 عشان في ضلفه هنا مختصه بنفسها زي الضلفه دي. وادي بعد كده ضلفتين هنا مع بعض. اه. افتح لك برضو الضلفتين. افتح افتح. تعال نتدخل هنا اوري لهم الشغل. ادي الخزنه بتاعتها، وادي رفين بشماعه. اسره طبيعيه كامله من الداخل. الاوضه كلها زين. الشغل بتاعه. وسعرها يعني مش بفلوس، انت بتتكلم في اوضه 840000 جديده النهارده. وعاملين عليها خصم اقل من نص كمان بكتير. وزي ما انت شايف الشغل جاي بالورق بتاعه. يعني الشغل مش مكانيه مستعمله بس استعمال 98%. لا حلو. معاه ايه بقى؟ معاه 2 كومودينو، ومعاه كرسي التسريحه، وادي التسريحه بتاعتها. خش لي الجاي هنا كده تعالى. التسريحه معاها رخامها كامله. تمام. مش ناقصها الا حاجه واحده بس، رخامه بتاع كومودينو. رخامة كومودينو. رخام الكومودينو. ادي الشغل، شايف الشغل عامل ازاي؟ الشغل بتاع زمان ده انا عارفه. شغل زي كله. من نادر ان انت تلاقيه دلوقتي، واحنا بنغلب قبل ما نجيب الشغل ده. يعني عرفت الاوضه معانا ايه؟ ايوه عرفت. 2 كومودينو وكرسي التسريحه وتسريحه وشماعه والسرير والدولاب. اوضه كامله. اوضه كامله وسعرها معقول برضه. بتعمل 52000، وفي واجب للي هيجي تبع القناه. نيجي تبعنا يا جماعه. دي واجب، بس اللي هي بتحب الحاجات الفخمه، الحاجات اللي هي معلومه
الفتره الشغل بقى الناس اللي هي الصناعات بتاعت زمان الصناعه العاليه مش هتلاقي صنايعي يعمل لك الشغل ده دلوقتي، واللي ايد هيكلفك جامد قوي. لا مش عارف اعمله. لا مش هتلاقي حد يعمله. تعال بقى نخش على الصالون ده. ده اسمه صالون كاس العالم. كاس العالم؟ صالون الملوك. عباره عن كنبه واربع كراسي. كاس العالم بس شاف الكنبة قد ايه؟ شاف التشطيب بتاعه لسه متنجد جديد كامل. تعالوا نشوف الكراسي بتاعته. بحب انا شغل الفخم ده، اديني كده لقطه كده من الشغل الفخم ده. بص تعالى كده تعالى كده تعالى كده. لا ده انت شيل الشلطه برضو من على الظهر كده وريح ظهرك ورا. ارجع كده ماشي ورا. بص يعني اللقطه اللي تحس ان انت قاعد برضو يعني ملك قاعد. تحس ان انت قاعد مستريح. وسعره برضو معقول جامد. وادي الكرسيين بتوعته التانيين اهم. يعني معاك كده كنبه واربع كراسي وترابيزه. بس الترابيزه ملهاش ازاز. ده بس الحاجه اللي فيه، يعني قرص ازاز، يعني مش هتكلفه 100 جنيه. تمام. والطقم كامل عامل 22,000. حلو والله جدا. مش 22. بفلوس، مش تمن النجاره اللي فيه، لا كويس جدا والله. مش تمن الخشب اللي فيه ده خالص. تمام. ومعانا السفره دي. بص الشغل. بص على الفينش بتاعه، شغله كله هاند ميد كامل. خشب بس لوحده متكلف، خشب زي البص. انت عشان تكلفه نجاره النهارده مش هتدي 50,000 خشب بس نجاره غير الشلت اللي فيه. معانا السفره دي. ده البوفيه بتاع السفره. ودي الترابيزه ومعاه 6 كرسي ومعاه نيش مقاسه 1.20 متر. والبوفيه مقاسه 2.20 متر. معاه البرواز ده. شغله كله عزان. تحف يا جماعه اقسم بالله تحف. ومش بفلوس. تحف يا جماعه اقسم بالله. عندك قصر وفيلا عايز تفرشها حاجه جامده جدا. واحنا بندمر الاسعار تعيش عشان خاطر في ناس عايزه تلم حاجتها كده، بتنقل من شقه لشقه، عايزه برضو تغير عزلها. بص يا جماعه البوفيه، بص البوفيه بالرخام بتاعه كامل. والرخامه بتاعته الاساس بتاعته اصلا رخامه صح؟ دي رخامه. البرواز بتاعه اصلا والبرواز بتاعه البرواز ده بيتعلق. عامل ازاي في اضاءه يعني تحفه فنيه. وادي النيش بتاعه. النيش مقاسه 1.20 متر. وزي ما قلنا لكم. لا السعر هنقوله. السعر بتاعه عامل 25,000. يعني سفره كامله. السفره ترابيزه ب6 كرسي. ترابيزه كرسي. ترابيزه 6 كرسي زين. تمام. مع البوفيه. تمام. مع النيش. ماشي. معاها الطابلو. طابلو معاها. لا دي مش تبعها. مش تبعها. دي ترابيزه فرداني. ترابيزه جامده برضه. دي ترابيزه مدخل، ترابيزه بتاع بص يا جماعه البوفيه عامل ازاي البوفيه. التصميم بتاعه كله زين. لا ده مكان، ده مش وراه، ده بيتعلق في قلب البرواز. انا بقول لك تعلق في البرواز. مكان التعليق بتاعه موجود. تحفه فنيه في المكان اقسم بالله. عامل تحفه فنيه في المكان. وسعرها عامل 25,000. 25,000 جنيه يا جماعه. الناس اللي تحب الحاجات اللي هي التحف. نكمل برضو في الصالين الهاند ميد بتاعتنا تاني.